السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيلوكس في شرح كيف تقسم من الانترنت عبر اختصار روابط. طبعا انا هذا الرابط بحط لكم اياه بالديسكريبشن تحت المقطع، تدخلون عليه تسوون له نسخ او تفتحون المتصفح اللي عندكم اذا كان يعني جوجل كروم او غيره، تسوون نسخ هنا، اضغط عليه. طبعا الحين هذا اللي بتجينا هذه الصفحة، تضغطون على هذا اللي جو نيو، تبدأون بالتسجيل هنا، تضغطون اللي هنا تكتبون الاسم اللي تبون، يعني أي اسم. مثلا نكتب اسم تحت تكتبون الإيميل اللي تبون تسجلون به، يعني مثلا نكتب أي إيميل. تحت هنا تكتب الإيميل، يعني مرة ثانية تعيد كتابته. طبعا هنا فوق يعني إذا جتكم هذه العلامة يعني مسجلين بالإيميل، غير الإيميل. طبعا الحين زي ما تشوفون صح بالأخضر. طبعا تبون تعيدون كتابة الإيميل هنا. هنا تكتبون الاسم يعني اللي هو يوزر نيم. هنا تكتبون له الباسورد اللي تبونه، يعني تبونه عشان تدخلون على هذا الموقع لما تسجلون دخول. طبعا لازم يكون يعني أكثر من 6 أرقام أو أحرف. نكتب يعني كلمة الباسورد. تعيد كتابة الباسورد هنا. هذا خلى على الأول أفضل شيء. هنا تكتب هذه الكلمات، الصورة هنا اللي موجودة عندك في الأحرف تكتبها هنا. تحط هنا الصح، يعني انك موافق على الشروط، وتضغط على جوين ناو. طبعا الحين يعني بيجيك هذه الصفحة، يعني خلاص يعني تسجلت في الموقع. طبعا يمكن تجي رسالة على الايميل يعني عشان التفعيل. تروح تفتح الايميل اللي مسجل به، يعني في مسجل به بالموقع. تلقى رسالة على غيرها، تلقى لي هذه الرسالة، تفتحها يجيك هذا الرابط، تفتحه يجيك هذا المستطيل، ترجع لهذا الايميل، تنسخ الكود هذا اللي يجيك هنا. تجي تفعيل عضوية، تضغط وخلاص. يعني انت الحين سجلت يعني في الموقع. طبعا يعني تضغط هذه عشان الحين تضغط على الصورة هذه، يعني عشان يجيك الصفحة الرئيسية من الموقع. تنزل تحت تكتب الايميل المسجل به عشان تسجل دخول. تكتب هنا الباسورد، تضغط لوجن.
طيب الحين نستنى لين تفتح لنا الصفحة. طبعا زي ما تشوفون هذه الصفحة. طبعا الحين يعني كيف يعني لو تبغون تختصرون اي رابط يعني مثال اللي هو يعني اي رابط يعني كان رابط برنامج على ميديا فاير او رابط موقع تحطونه هنا سوى اختصار. يعني مثال لو اكتب هذا الرابط هذا الرابط اللي هو رابط موقع على الانترنت. طبعا اللي هو هذا الرابط يعني يدلكم على طول على الموقع، بس لو تبغى تسوي الاختصار تضغط على هذه ويجيك هذا الاختصار. يعني تنسخ الاختصار هذا تروح على صفحة ثانية جديدة على الانترنت تسوي لصق تسوي انتر. طبعا بيجيك زي كذا، تنتظر بس 5 ثواني وتضغط على خط الاعلانات في هذه. طبعا اي شخص يعني يفتح على الرابط هذا المختصر ويضغط على خط الاعلانات انت هنا يعني يزيدك مكسب. طبعا خلاص زي ما تشوفون هذا المنتدى فتح. هنا يعني تشوف يعني تروحون الاكونت هنا يعني تأكد المعلومات حقك. يعني هنا تحط العنوان اذا يعني ما كفى هذا السطر تكمل هنا العنوان. هنا تحط المدينة او هنا تحط البلد. هنا تحط اللي هو رمز البريدي وهذا اللي المنطقة اللي انت ساكن فيها. هنا تحط رقم جوالك وهذا خلي زي ما هو، وهذا اللي هو اليوزر نيم حقك. الباسورد اذا تبغى تغير الباسورد هذا الباسورد حقك القديم تكتب هنا الباسورد الجديد اللي تبي هنا تعيد كتابة الباسورد. طبعا كيف يعني تستلم الفلوس. طبعا الفلوس يعني الناس لما يدخلون على الروابط حقك المختصرة انت يزيدك يعني مبلغ قليل من الفلوس. وطبعا لازم يعني لين اخر الشهر، يعني في اخر الشهر يوم 31 او يوم 30 الفلوس اذا كانت فوق $5 بتروح على حسابك اللي في باي بال. طبعا يعني لازم تكون مسجل في الباي بال وتكتب هنا اللي هو حقك الايميل اللي مسجله في الباي بال وتضغط الديت اللي هو التحديث. طبعا انا ما غيرت هنا. طبعا هذه تضغطون عليها يعني اذا كان عندكم مدونة. هذا الرابط يعني اذا نشرتونه يعني في اليوتيوب او في اي شيء اللي يضغط عليه ويسجل في الموقع هذا يعني تكسبون مبلغ كبير من المال. هذا تضغطون عليه لو عندكم مدونة وتبون هذه يعني هذا الرموز تيجي فيها وهذا الاعلانات. تشوف الاعلان اللي يناسب المدونة والاعلان اللي تبي. يعني مثلا هذا الاعلان تضغط تحت على هذا الكود وتنسخ الكود تنسخه وتروح يعني في اعدادات المدونة وتدخل هذا الاعلان في المدونة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم سيلوكس في شرح كيف تكسب من الانترنت عبر اختصار روابط. اتمنى لايك وسبسكرايب وزيادة منتديات سيلوكس. مع السلامة.